من يومين كنت بقلب على الفيسبوك، لقيت البوست اللي قدامكم ده، في بنت واقفه مع والدها في اسكندريه. فانا النهارده دلوقتي في اسكندريه حالا، لسه واصل من القاهره اسكندريه عشان نشوف البنت دي هل تستاهل ان احنا نشجعها ولا لا، ونشوف المحل طعمه حلو والاكل طعمه حلو اللي بتقدم ولا لا. بصوا الدنيا عامله ازاي، بصوا المطره. فهي هناك، فانا هصور لكم المكان. هات يا مصور. هي شغاله بصراحه، يعني انا كنت فاكر ان انا هاجي الاقيها مش موجوده والبوست ده فيك، لكن بصراحه جيت لقيتها، فدي حاجه كويسه. انا كان لازم اجي الفندق، فانا جيت الفندق دلوقتي. بصوا الفيو ورايا روعه، الجو تحت بيشتي، بيقول لي دي نوه والموضوع مش هيخلص دلوقتي خالص. المهم احنا هنجرب. انا اتبسطت، يعني بنت ب 100 راجل. انا مبسوط جدا. يا ريت اهل اسكندريه يشجعوها، ويا ريت الكهرويه لما يجوا اسكندريه برضه يشجعوها. بعيدا عن الاكل، انا لسه مش هدوق دلوقتي اهو، بس انا بقول لكم يا ريت نعمل كده، والله العظيم دفعت. انا طالما جاي مخصوص ادعم واشجع، استحاله ان انا اخد الاكل ببلاش. دي سلطات ومخلل، عيش شامي، ده العيش البلدي بتاعهم، يعني الاسكندرانيه العيش البلدي بتاعهم هو ده. ودي جبت كفته وجبت فراخ مشويه. الكفته الربع ب 110 والنص فرخه ب 150. قالوا لي اي حد هيجي من طرفك ليه خصم. قلت لهم الخصم كام؟ قالوا لي بس لما يجي والله هنعمل معاه احلى واجب. اي حد يروح شيف حسام حسن. بس نشوف الاكل الاول. امسك كده مصور بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه واو، ده يعتبر نص فرخه. قلت لهم ليه ما بتنزلوش الفراخ من على الشوايه على طول؟ يعني هم هتلاقيهم حاطين الفراخ في الشوايه، انا بعشق الفراخ الشوايه. قالوا لي الفرخه كبيره ومحتاجه ان هي تاخد سوا زياده كمان على الفحم. قلت لها حلو بصراحه، بس انا بحب الفراخ الشوايه صرف بس من غير ما تنزل على الفحم. ودي الكفته تمام، ده ربع كفته، ودي النص فرخه، بس احنا عايزين نقلبها. المفروض النص فرخه يتحط كده، يعني يتحط على وشه وما يتحطش على، يعني وشه يبقى لفوق. هي حجمها حلو جدا 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 جدا. تمام. الطحينه والله كنت جايب جلافز بس مش مستاهله بقى، احنا هنا في الفندق فبراحتنا. تعال ندوق الكفته نقول بسم الله، ودي اجمل لحظه انا بحبها. هم 4 صوابع كفته يعتبر. قرب كده مصور. ريحتها حلوه. بص هي كفته طعمها حلوه، بس في تريكه صغيره. قرب كده مصور. البصل مفروم تخين وفرمه اللحمه تخينه، فانت حاسس بيها، حاسس بالعضه، حاسس باللحمه تحت اسنانك. بس الطعم حلو جدا. هي بس دي التركايه اللي ممكن لو ظبطوها قشطه. انا ما اعرفش الكفته في اسكندريه هل عاديه زي بتاعتنا ولا لا، انا ما اعرفش فما اقدرش احكم. بس صباع الكفته محترم، صباع الكفته قطعته كويسه، السيخ نفسه من جوه نضيف. تعالى بقى نشوف الفراخ. بص اهي الفراخ اهي، دي بتتشوي على الشوايه، بص زي ما انا مصورها كده، وبعد كده بتخش على الفحم تاخد بقيه السوا. محدش ياخد الجلد وحش جدا جدا جدا. تعالوا نشوف الصدر وانتوا قولوا لي دي فريش ولا مش فريش. اهو ها فريش. بسم الله. الفراخ حلوه جدا، حلوه. فراخ تحسها بيتي، تحسها مش بتاعت مطاعم خالص، بيتي، شوايه اكنك شوايه في البيت، قريبك جدا من اللي انا بعملها في البيت. هي بس من غير بصل، يعني انا بحب الحشو البصل ده بيبقى جامد قوي. انا عايز بس اشوف الدبوس. قرب كده مصور. دي صعبنه الدبوس، ده يقول لك ان هي فريش 100%. ممكن بس ندي دي للمصور. اتفضل مصور. اتفضل. ايوه برافو. بس فيا ريت نشجعها بجد، نازله تقف بنفسها. مش عاجباكي؟ لا. خد يا مصور. دي حلوه؟ خد. هاخد انا. فبجد يا ريت نشجعها. تستاهل. هي واقفه مع والدها في حاجه حلوه جدا والله العظيم. انا صورتها من بعيد ورحت من غير ما اعمل اي حاجه، قلت اشوفها بتشتغل فعلا بنفسها ولا اي شو على السوشيال ميديا، بس فعلا لقيتها واقفه بنفسها. دي حاجه حلوه جدا 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 جدا. فاشوفكم فيديو جديد، وسيبوني بقى استمتع بالجو الجامد ده والنوه والمطره والدنيا اللي بايظه وشعري مبلول اساسا. كان معاكم حسام حسن اللي بيجرب المطاعم كعميل مش كفود بلوجر، والله هتفرق كتير جدا. سلام.